جزاكم الله خير. أنا أريد أن أعتذر. أنا أريد أن أطرق باب المغفرة والرحمة إلى الله عز وجل. أخوة الشيعة، فاطمة سيدتي، أنا أعتذر. سنوات من عمري أنا أضحتها يا سيدتي، وأنا أظنك أنك كباقي الصحابيات البسيطة. فاطمة سيدتي، أنا كنت أضد الشيعة وأكرههم، وأشهد الله أنني كنت أتهمهم بالكفر والإلحاد، وكنت أبغض، وكنت أتمنى لو أملك سلطة لأقتل كل الشيعة في العالم. وها أنا يا سيدتي اليوم مدافعا عنك ومدافعا عن الشيعة، وها أنا اليوم الشيعة. سبحان من غير الأحوال سيدتي. أنا أعتذر لكل الأخوة، أعتذر لكل الأخوة، أعتذر إلى سيدي أمير المؤمنين الذي كنت أظنه صحابي كباقي الصحابة. يا سيدي يا أمير المؤمنين، أنا كنت أظنك انقلابي كما سمعنا عنك وقرأنا عنك في كتبنا، إنك كنت انقلابي، وكنت لا تخلفت عن بيعة أبا بكر، وكنت أظن أن معاوية أفضل منك يا علي بن أبي طالب. وها أنا اليوم من شيعتك يا علي، وها أنا اليوم أدافع عن أحد مدافعيك. ها أنا اليوم في بثوثهم أصول وأجول والله وأغلقها وأنا أتكلم معك هنا. أكثر من 40 دعوة جاءتني على الخاص للمناظرة. سيدي يا أبا عبد الله، يا سيدي يا حسين، كنت أظنك خارجيا كما قالوا لنا أنك خارجيا. والله قالوا لنا أنك يا أبا عبد الله خارجي. خرجت على ولي الأمر يزيد، وكنت أنا أظن ذلك، فليسمعني كل السنة في العالم. والله إنني مبدئي كان كما أنتم عليه الآن. كنت أظن أن الحسين خارجيا على ولي أمر الطاعة له وهو يزيد، وكنت أظن ذلك، وكنت أعلق وأناقش وأناظر بأن الحسين كان خارجيا واستحق ما استحق. وها أنا اليوم يا أبا عبد الله من شيعتك ومدافعين عنك، وها أنا اليوم أحد جنودك إن قبلتني طبعا. هل لي من عذر آخر يا أبا عبد الله؟ أنا اليوم يا أبا عبد الله أحد جنودك.